السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه يا حبايب قلب ام انس يا كديه وكلويه؟ وحشتوني جدا، بقالي فتره كبيره مختفيه عنكم. قلت بقى ايه اعمل لكم حاجه حلوه سهله رخيصه مش مكلفه، تحفه تحفه تحفه. وكل الحاجات دي ان شاء الله تطلع موجوده عندكم في البيت. يعني لو احتجتي حاجه هتحتاجي حاجات بسيطه قوي تجيبها من بره. ايه الوصفه الجميله ديت وهي عباره عن ايه؟ تعالوا نبدا الفيديو ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا على بركه الله ونشوف الوصفه الجميله دي بالكميه الكبيره الحلوه دي عباره عن ايه. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم وصفه حلويات سهله جدا ورخيصه جدا وتحفه بجد، وهتلاقي كل المكونات في بيتك ان شاء الله موجوده. حاجات بسيطه قوي لو جبتيها من بره. يعني بصوا بقى، دي فكره المكرونه لو هي عجنت عندك، او مثلا سلقتي مكرونه عشان تعملي مكرونه وجت زياده معاكي، نوع مكرونه مثلا وحش ولقيتيه مثلا مش قد كده. بصوا بقى يا حبايبي، ده كيس مكرونه اهو، ده كيس واحد. هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هفضي كده في الخلاط ثواني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط كده يعني مثلا نص الكميه عشان ايه ما بهدلش الدنيا. بصوا بقى يا حبايبي، انا حطيت اهوت نص الكميه عشان بس ايه الخلاط يبقى ايه اعرف اضرب الحاجه فيه كويس. وده كيلو لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو هاخد نص الكميه، يعني انا هعمل الخلطه كلها على مرتين عشان بس الخلاط ياخد الكميه كلها. ودي كوبايه واحده بس سكر، هاخد برضو نصها كده. وهاخد حوالي معلقتين كبار كده سمنه او زبده، طبعا الزبده تديها طعم احلى واحلى. وده كريم شانتيه، هاخد برضو بتاع معلقتين كبار كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد من الفانيليا اهي ظرفين كده اهو. وهعمل بعد كده ايه بقى؟ هاجي كده هقوم ضاربه كل المكونات دي كده مع بعضها في الخلاط اهو يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، لازم كده برضو ايه تعجبي كده عشان ممكن تلاقي ايه من تحت الضرب تديها تقليبه كده عشان لازم الخلطه دي تكون كويس جدا. بصوا بقى، انا هنا ضربت اول حاجه هي. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. هحطها في حله. بصوا نازله كريم ازاي، جميله جميله. عايزه اقول لكم تتاكل لوحدها كده والله من غير ما لسه هنكمل بقيه الخطوات. طب هتعملي ايه تاني يا ام انس؟ هضرب برضو كل البواقي الكميه التانيه ديت وهرجع لكم تاني عشان وقت الفيديو. بصوا بقى يا حبايبي، ضربت كده الكميه كلها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا جميله 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 ومخرزه. عارفين تحسوا ان انتوا عاملين كسكسي كده وغرقان باللبن. ماشي. بصوا هي القوام بتاعها عامل ازاي. فطبعا انا مش هكتر النشا اللي انا هحطه قوي. دول معلقتين بس من النشا. هحط لهم بقى ميه، عايزه تحط لهم ميه ماشي، لبن ماشي، مفيش مشكله خالص. هضربهم بقى كده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان انا مش عايزه فيهم اي تكتلات خالص. انتوا عارفين الجو حر جدا ومحتاجين بقى حلويات وحاجات كده، وطبعا الحاجات مكلفه. انا عايزه اقول لكم الوصفه دي والله العظيم مش مكلفه كتير خالص. يعني هو تقريبا ممكن هو اللبن الفانيليا اكيد، يعني كلنا عندنا مكرونه واكيد عندك برده شويه نشا احنا موجودين في البيت. فبجد وصفه مش مكلفه. وبصي بقى على الكميه اللي هوريلك هتعمل كميه قد ايه. هنزل بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهرجع بقى كده برده بالمضرب كده على البارد، اديها ضربتين ووديها بقى على البوتاجاز لحد بس ما تبقبق كده. يعني طبعا هي اصلا احنا سالقين المكرونه يعني مستويه، انا بس عايزاها تبقبق بس او تبقلل. يلا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. حبايبي انا عملت لكم زوم اهو. بصوا البقبقه شايفين. وطبعا ايديكي تبقى فيها كده على طول علشان ما تحرقش منك من القعر. وبصوا القوام بتاعها عامل زي قوام الكيكه كده. تمام. هي كده زي الفل. بقى هطفي عليها
يا حبايبي انا جبت الصينيه اللي انا بعمل فيها البسبوسه اهي. هبتدي بقى ادهنها كده سمنه من الجناب ومن كل حته. انا عايزه اقول لكم اسرع واسهل وارخص حلويات ممكن تعملوها العزيزيه. العزيزيه يا جماعه بنعملها بالمكرونه. طيب انت ممكن تعمليها بمكرونه، ممكن تعمليها بشعريه، اي نوع مكرونه على فكره بقى. يعني احنا اصلا في الطبيعه عايزين كمان المكرونه تبقى مسلوقه زياده عن اللزوم. يعني لو انت مثلا بتعملي مكرونه ولقيتيها اتسلقت منك جامد، بدل ما تعمليها بصلصه او اي حاجه تانية اقلبيها حلويات على طول ولا يهمك. برضو هنا هدهن الطواجن الجميله الصغننه دي من الجناب كده ومن كل حته اهي. يا حبايبي بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هحط في كل طاجن كبشه واحده او على حسب ما نشوف. يعني احنا نحط في كل طاجن كبشه واحده، ولو لقينا الكميه في الصينيه كتيره نكمل الباقي في الطواجن مش مشكله يعني. طب الكميه عندك جت في صينيه واحده ما في مشكله. انا بوريك الفكره وانتي اعملي زي ما انت عايزه. طبعا كل الحاجات الزيادات دي هنسويها دلوقتي اهي. نركن دول كده على جنب لحد ما نسويهم. وهاجي بقى هنا في الصينيه الجميله بتاعتنا دي وابتدي بقى اصب الخليط. طبعا يعني الاسهل ان انا اصب بالحله كده مره واحده، بس طبعا انا بصور بايد وبشتغل بايد. تمام. عايزه اقول لكم ريحتها جميله والله، ولو كلتوها نيه كده تحفه. الجماعه اللي عندهم بيبيهات اطفال يعني وكده 4 شهور ولا حاجه، ممكن برضو تعملها لهم وتاكلها لهم كده من غير ما تدخليها في الفرن. يعني هي على الطريقه دي كده من غير ما تدخلها الفرن ولا حاجه. تمام. بصوا دي صينيه البسبوسه، فانا هعمل هو الارتفاع بتاع ايه البسبوسه، مش هزود عن كده عشان ما تبقاش سميكه قوي. بصوا بقى الكميه اللي اتبقت دي كلها هكملها بقى في الطواجن وهسوي الدنيا وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي اديني سويت الطواجن اهوت. بصوا بقى الكميه اللي انا عملتها، اللي هو كيس مكرونه مع كيلو لبن معاه معلقه 3 معالق مثلا كريم شانتيه. على فكره كريم شانتيه اختياري، ممكن عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه مش مشكله خالص. ممكن تحطي لو عندك معلقه قشطه حطيها مش مشكله برضو. ما عندكيش ما في مشكل، حلوه برضو. وهتحطي كوبايه مج سكر اللي هو اللي انت بتعايري بيه للشاي بتاعك اللي بتشربي فيه الشاي. بعد ما تحطي مج السكر انت بقى تذوقي، حابه تزودي السكر مفيش مشكله، بس هو المج الكبير ده بتاع السكر هيديكي الطعم المظبوط، اللي هو السكر الايه اللي هو مش عالي قوي ولا واطي قوي، نسبه معقوله. تمام كده. وحطينا الفانيليا، ظرفين فانيليا. وطبعا عقدنا بالمعلقتين النشا. ممكن تحطي معلقتين النشا تضربيهم بميه او بلبن زي ما تحبي برده ما فيش مشكله. حطيناهم بقى كده في صينيه اللي هي زي بتاعه البسبوسه دي مدهونه سمنه. ودول برده عملت 4 طواجن اهم زي ما انتم شايفين. مش هدخلهم بقى الفرن دلوقتي، هسيبهم بقى يتشمعوا كده حوالي ربع ساعه. ليه يتشمعوا؟ عشان بعد ما يتشمعوا هوريكم هنعمل ايه. فاثناء ما انا سايباهم الربع ساعه دول اكون مولعه الشوايه مش الفرن. خدوا بالكم كل الحاجات دي مستويه، فانا عايزه اديها وش بس مش عايزاها تستوي لان هي اوريدي مستويه. طيب بصوا بقى، شايفين الجمال ده؟ شايفين الحركات والتكات دي؟ طبعا انا مش عشان يوتيوبر يعني هرمي بقى وافتري، لا ده انا هقعد عليها دلوقتي انا وابن يوسف الجميل نلحس بقى فيها. عارفين انتوا عشان ايه الدنيا تمطر كده يوم جوازه ان شاء الله. على بال بقى ما نسلي نفسنا في الحله الجميله ديت تكون دي اتشمعت. وهشوف هنرجع لكم تاني هوريكم هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايبي هي تقريبا اتشمعت، بس برضو انا هدهنها بقى ايه بقى. لازم انا بخليها تشمع لي ربع ساعه عشان اما اجي ادهنها الزبده او السمنه واجي امشي بالفرشه كده ما الاقيش القوام دوت يطلع معايا في الفرشه. فانا ممكن اتعامل برضو للاحتياط، يعني بيقولوا الاحتياط واجب، هتعامل من بعيد لبعيد. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده همشي كده من بعيد كده، فاهمين؟ هي بصوا انا برضو يعني هي ما بتطلعش اهي الحمد لله، بس برضو ايه نحاول على قد ما نقدر من ايه نخلي بالنا.
طيب بتدهنوا بقى ديت كده دهنه محترمه، عشان هو الدهنه دي اللي هتعمل لكم. بصوا بقى انا لسه الكلام بقوله لكم اهي، هتعمل اهي. الدهنه دي هي اللي هتديكم الوش المحمر الروعه التحفه اللي هتشوفوه. طبعا في اثناء ما انا ما بدهن كده انا مولعه الشوايه مش الفرن. تمام. طبعا بقى مش عايزه اوصيكم بقى واقول لكم ان طبعا كل ما تدهنوها سمنه بلدي بتبقى الطعم احلى واحلى واحلى. انا عايزه اقول لكم كمان الكميه اللي انا حطاها في الطواجن ديت كانت ممكن تتقسم على نصين. يعني كان ممكن الاربع طواجن دول يكونوا مثلا 8 مش 4. ليه؟ لان هي اصلا المفروض ان هي السمك بتاعها ما يبقاش عالي قوي كده، ومع ذلك مش مشكله. انا متاكده ان الوصفه دي هتعجبكم باذن الله. عايزاكم بقى اول ما تشوفوا الفيديو تقوموا تعملوها على طول وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وعايزاكم كمان تقولوا لي بقى ليه سموها بالعزيزيه، الاسم ده جه منين. هتقولي لي قولي لنا يا ام انس، هقول لكم لا الحقيقه انا ما اعرفش بصراحه، بس انا عايزه اعرف منكم انتوا، ومش هبحث على جوجل، انا عايزاكم تقولوا لي في الكومنتات. بصوا بقى احنا دهناها دهنه حلوه ازاي. طبعا انتوا الشوايه تراقبوها طول ما هي شغاله، عشان ايه؟ ما تنسيش الحاجه تتحرق منك. طيب هندخلها بقى الشوايه ونشوف الجمال التحفه ده هيطلع عامل ازاي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا بقى الوش والجمال والحلاوه، شايفين؟ انا عايزه اقول لكم بقى الريحه تحفه والطعم تحفتين والشكل وكل حاجه، وباقل امكانيات زي ما قلت لكم هتعملوا كل الكميه دي. وانا زي ما بقول لكم كده، بصوا الارتفاع بتاع الطاجن غويط. يعني انت ممكن الطاجن دوت تعمليه نص الكميه، يعني ممكن الاربع طواجن دول تخليهم 8، لان العزيزيه ما بتحبش السمك الكبير ده قوي. تمام. مش عارفه بقى ادوق منين ولا فين ولا اعمل ايه. ندوق من الحته المقرمشه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره ممكن برضو تحطوا ايه، عارفين؟ بايديكوا كده، بصوا ما بين صوابعكم كده حبه سكر على الوش كده وهي بتعمل وش، بس هي مش محتاجه يعني، بس يعني برضو بقول بديكوا فكره يعني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا عايزه اقول لكم بقى سخنه، هي اصلا بتتاكل بارده يا جماعه، بتتحط في التلاجة، بس انا بعشق الحاجات السخنه دي قوي. بسم الله. الله الله بجد. ويا سلام سلم وصفات ام انس بتتكلم. بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم طبعا التكميم النهارده هيبوظ، بس مش مشكله. عايزه اقول لكم بقى الوصفه ديت لو عجبتكم ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب وكلمه حلوه في كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.